واش كنتي كتعتقد أن والد الركراكي غادي يستدعي اللاعب إسماعيل باعوف من بعد ما تألق في مونديال الشيلي وفازوا باللقب التاريخي؟ وهل إسماعيل باعوف هو الثنائي الأحسن اللي غادي يكون معنا في أكرد أو اللاعب جواد اليامير؟ قبل ما نبداو ضغط على زر الإعجاب واشترك معنا في القناة إلا كنتي جديد. نبداو على بركة الله. إسماعيل باعوف تزاد نهار 17 سبتمبر من سنة 2006 في دولة بلجيكا، من أصول مغربية 100%. الأب ديالو من مدينة ورزازات والأم من مدينة الدار البيضاء. الأب ديالو كان لاعب سابق في بلجيكا ولعب في عدة أندية عريقة، لذلك الابن زرع فيه شغف كرة القدم منذ الصغر. لذلك الأب ديالو قرر يسجله في فريق مغمور. هنا كانت أول خطوة ليه في عالم الاحتراف. من بعد غادي يحاول يطور من راسه وغادي ينتقل للعب لنادي شارولوا اللي تعلم أساسيات الكرة، وبدا كيرافقوا الأب ديالو في التدريب وفي المباريات حتى لسنة 2016 فين إسماعيل باعوف غادي ينتقل إلى أكاديمية شارولوا. غادي تكون خطوة مهمة في المسار الكروي بعد ما اقتنعوا بالإمكانيات ديالو. هاد النادي اللي معروف بتطوير المواهب في بلجيكا. مع مرور الوقت اللاعب باعوف بدا كيتحسن من الجانب التقني والتكتيكي وتدرج في العديد من الفئات السنية، وفي كل فئة كان كيكون من أهم اللاعبين وخلى البصمة ديالو في العديد من المناسبات. وكانت الموهبة ديالو ظاهرة لكل مكونات النادي، والإدارة كانت مراقبة التطور ديالو باستمرار لأنه شافوا فيه من ميزات المدافعين الكبار وغادي يستافدوا منه ماديا. وهذا الشيء اللي خلاه يكون من أهم اللاعبين في الأكاديمية. مع مرور الوقت اللاعب بدا كيتعرف في بلجيكا، لاعب صغير في العمر عنده مؤهلات دفاعية كبيرة وغادي يكون مدافع قوي مستقبلا في حالة استمر في الخدمة. وهذا الشيء اللي خلى مكتشفي الأندية نظرا للمستوى اللي كيقدم. بالفعل تلقى عدة عروض من مختلف الدوريات الكبرى، لكن إسماعيل باعوف كان كيفضل يبقى قريب من الأهل ديالو نظرا لصغر السن اللي كان 16 سنة فقط. وفي سنة 2022 نادي إندرليخت عجبهم الموهبة اللي عنده بهدف التعاقد معاه، وبهذا غادي يكونوا خطفوا أحد المواهب دفاعيا وقرروه يدمجوه في فريق الشباب. وتألق بشكل كبير وخرج بأداء ممتاز في العديد من المباريات وكان عنصر مهم في التشكيلة. ومع اقتراب نهاية أول موسم ليه مع نادي أندرليخت بحكم المستويات الكبيرة اللي قدم، استدعاه مدرب الفريق الرديء باش يدرب معاه في المجموعة وقدر يلعب مع الكبار في عمر لا يتجاوز 16 سنة فقط. وقدم أداء جيد طيلة 90 دقيقة واختفى الرسمية مع الفريق، وفي أشهر قليلة وقع مع الفريق الأول عرض احترافي في المسيرة ديالو إلى غاية 2026. وكان كيلعب مباريات مع الرديف وقدم مستوى كبير. وقرر إسماعيل باعوف انتقل نادي غامبو الهولندي الصيف الماضي. في أول مقابلة ليه قدم أداء رائع بحيث تفوق في 7 نزالات ثنائية من أصل 12 وبعد كل الكرات وتحصل على تنقيط 7.6. على العموم كيقدم مستوى كبير مع الفريق الجديد. وطريقة اللعب ديالو كيلعب بالقدم اليمنى، مدافع قوي بدنيا جيد في بناء اللعب والخروج بالكرة تحت الضغط، وكيعرف يقرا الهجمات الخصم، ومميز في التدخلات وكيربح النزالات الثنائية وكيمتلك شخصية قيادية ومقاتل في الملعب. والمسار الدولي مثلا المنتخب البلجيكي في الفئة أقل من 16 17 قبل ما يتم الاستدعاء ديالو للمنتخب الأقل من 18 سنة اللي تألق معاهم، ومن ثم المناداة عليه في الفئة أقل من 19 سنة. وبعد شهر رسميا باعوف قرر تمثيل المنتخب المغربي اللي تعرض لضغوطات كبيرة من الاتحاد البلجيكي. بالرغم من ذلك القرار ديالو كان واضح، هو حمل قميص المنتخب المغربي اللي عبر على الفرحة ديالو الكبيرة. والجماهير المغربية تعرفت على باعوف من خلال كأس إفريقيا الأقل من 20 سنة كان ركيزة أساسية. وفي أول مباراة ليه في كأس العالم ضد المنتخب الإسباني بعد 12 كرة وقطع تسديدة مؤطرة وفاز بأربع صراعات ثنائية من أصل 6. وكان ناجح في التبريرات الصحيحة بنسبة 6% وتحصل على تنقيط جيد 7.5. وهذا اللاعب قدم مباريات كبيره في كأس العالم. هذا الشيء اللي خلى وليد الركراكي يعيط ليه، وغادي يكون ربح كبير للمنتخب المغربي نظرا لصغر السن ديالو والمهارات اللي كيتميز بها. وكنتمنى يحافظ على المستوى ونشوفه في شي فريق كبير ان شاء الله. وما تنساش الا وصلتي حتى لهنا تشارك معنا في القناه.